في سنة 2008 قرية بني مزار في المنيا كانت هادية وناسها بسيطة، بس في ليلة واحدة الدنيا اتقلبت. 10 جثث من 3 بيوت مختلفة لقوها مدبوحة ومشوهة بشكل غريب. الأهل والجيران أول ما شافوا المنظر اتصدموا. تفاصيل الجثث كانت مروعة، وكأن اللي عمل كده كان بيستمتع بالرعب اللي بيخلفه. والأغرب من كده إن الحادثة دي كلها ما كانش فيها أي سرقة، ومفيش أي آثار لخناق أو أي دوافع واضحة. ناس كتير قالت ان اللي حصل كان بفعل طقوس شيطانية، والجرح اللي كان في كل جثة كان متعمد يتعمل بنفس الطريقة، بطريقة بتقول ان اللي كان بيعمل كده كان بيبعت رسالة. لكن لحد النهاردة محدش قدر يفك شفرتها. بيتقال ان الضحايا كان فيهم طفلة، وكأن الشر ما كانش سايب حد، حتى البراءة راحت ضحية للغموض. وفي الايام اللي بعدها القرية كلها كانت عايشة في خوف، وناس بتقول ان هم سمعوا اصوات غريبة في نص الليل، وناس تانية بتأكد ان المكان كان فيه طاقة مش طبيعية. السلطات حققت وسألوا الناس كلها، بس مفيش اي اثر